عام 1248 ميلادية تولى المارينيون حكم المغرب، واتخذوا من فاس عاصمة لهم بعد أن هجرها الموحدون، فعاد إلى المدينة الإعمار والازدهار، وعرفت واحدا من أزهى عصورها. حرص الملوك من بني مارين على تعمير عاصمتهم، حصنوها بأسوار منيعة وبنوا فيها المدارس نشرا للعلم، منها مدرسة العطارين بناها السلطان أبو سعيد الماريني عام 1323 ميلادية. جاءت مثالا أقرب إلى الكمال على شكل الفن المعماري في ذلك العصر، وتحفة تميزت بحسن توزيع الزخرفة في صحنها ومصلاها. لا يخلو جزء وإن صغر من نقشة بديعة متقنة. في نظرة تجتمع الأشكال الهندسية والنباتية والخطوط العربية الرشيقة والخزف الملون والجبس وسفرة الزمان. جدار المحراب مزخرف، في أعلاه نوافذ من زجاج ملون. المدارس المارينية تحف معمارية تزين فاس، تروي حكايتها للزائرين. الدارسون يرون فيها أثراً لحضارة لن تزول. بالنسبة للجانب الفني، الجانب الفني عند المارينيين ربما أكثر ما يميز الدولة المارينية عن باقي الدول الأخرى التي سبقتها وأحيانا حتى التي جاءت بعدها هو الجانب الفني في المعمار بالخصوص. علاش؟ لأن المارينيين جاءوا بطريقة جديدة، تجاوزوا الطريقة الموحدية والمرابطية، وبالخصوص الطريقة الموحدية. يعني الطريقة الموحدية اعتمدت على العمارة الضخمة، بحال مثلا جامع الكتبيين، بحال جامع حسان في الرباط، بحال جامع الخرالدة في إشبيلية. يعني العمارة الكبرى الضخامة تتعكس ضخامة الدولة الموحدية، ولكن الجانب الفني فيها بسيط متواضع، النقوش وغيره كان بسيط. المارينيين داروا العمارة عادية ماشي بديك الضخامة اللي كنا مع الموحدين، ولكن فين بدعوا؟ وفي الجانب الفني، في النقش. نقشوا على الخشب النقش على الجبس، والنقش كذلك على الزليج. هذه النقوش كانت في الأشكال الهندسية أو في الزخارف الطريقية، وأيضا بالكتابة، أي خاصة بعض النقوش تكون بالكتابة، وهنا اعتمدوا بالأساس على كتابة
الآيات القرآنية بالخصوص. هذه الفترة أعطتنا انطلاقا للبحث عن مقومات أخرى اللي استمرت مع تاريخ المرينيين كامل، وهما تيحاولوا يعزوا هذا البعد وتثبيت مشروعية حكمهم، وغادي تبدا في أمور كثيرة غادي نتكلموا عليها. فترة يعقوب كانت أساسية في التأسيس، واستمرت الدولة تقريبا قلنا حتى 869. المحور الأول أن كل هذه الفترة كانوا المرينيين في صراع إما مع الشرق، خطر اللي كانت تهدد الدولة المرينية منذ قيامها، اللي هو ديال دولة أخرى تأسست تقريبا في فترة ديال المرينيين من قبائل هي من نفس أبناء عمومة المرينيين اللي هما تيتسموا الزيانيين أو تيتسموا بني عبد الواد، وكانت عاصمتهم هي تلمسان. المرينيين قبائل أمازيغية زناتية ما كانوش في المغرب، هما جاو من الجنوب الشرقي ديال المغرب الأوسط، تسميو حنا ديال الجزائر اليوم. وهاد القبائل قبل ما يأسسوا الدولة طبعا كانوا تيتحركوا في هذا المجال، لأنه كانوا قبائل أغلبهم كان قبائل رحال، كانوا تيتحركوا بالإبل وبالغنم وتابعين فيما كانت ما ياكلوا هذوك البهائم، فإذا كانوا تيتحركوا في هذا المجال ديال من شرق المغرب الأوسط حتى الغرب المغرب الأوسط. اشتهرت هذه الدولة بأسماء أخرى كدولة بني مرين أو دولة بني عبد الحق أو الدولة العبد الحقية، نسبة إلى جد الأسرة المالكة الأمير عبد الحق بن محيو، الذي أدخل قبائل بني مرين المنتمية إلى العصبية الزناتية إلى المغرب الأقصى بعد هزيمة الموحدين في معركة العقاب بالأندلس. كان ذلك سنة 609 هجرية، قادما إليه من موطن زنات الأصلي ببلاد الزاب بإفريقيا. في بداية القرن 13 وصلوا جهة تلمسان، بداو تيتحركوا تما، لكن كتذكر المصادر أن هذه القبائل في واحد اللحظة من تاريخ المغرب اللي هي أيضا فاصلة، اللي هي سنة 609 هجرية بالضبط، في هذه السنة و610 أيضا هذه القبائل دخلت للمغرب، وكانوا أيضا تيتحركوا بالماشية وبالجمال ديالهم في واحد المجال معروف في المناطق الشرقية من المغرب اللي هي تمتد من قرسيف وفيقيق وأحفير، وأحيانا توصل حتى لسجل ماسا، في إطار ما يسمى بعملية الانتجاع، أي في الصيف والشتوى تتحرك حسب الفترة اللي تتوجد فيها الكلاء لهذيك الجمال وباقي الماشية خاصة الأغنام اللي كانوا تعيشوا منها، كان هذاك هو اقتصادهم الأساسي. و609 علاش بالضبط؟ لأن 609 في تاريخ المغرب وبالأخص في تاريخ الموحدين هو الهزيمة ديال الجيش الموحدي في الأندلس أمام جيوش ملوك إسبانيا وبالأخص ملك قشتالة. هذه المعركة اللي كانت تسمى في كتب التاريخ المغربي معركة العقاب. وعلى العموم فإن دخول بني مرين بلاد المغرب الأقصى قد تم حسب جل المؤرخين في سنة 610 هجرية مباشرة بعد نهاية معركة العقاب التي انهزم فيها جيش الموحدين بالأندلس سنة 609 هجرية. وقد اعتبر هذا الدخول إذانا ببداية ظهور تحولات جذرية على طبيعة الخريطة القبلية بالمغرب الأقصى، وهو أيضا انطلاقة حقيقية للصراع بين القبائل المرينيين والسلطة الموحدية حول السيطرة على الحكم وتوسيع مجال النفوذ بالمغرب الأقصى. كانت تمر للمغرب أو للأندلس كما في وقت الفتوحات الإسلامية، إلا مرورا بمنطقة بني سنوس. وهذه منطقة بني سنوس يعني معروفة بقبائل
يعني أمازيغية قديمة وقديمة جدا، يعني عريقة في التاريخ، والسكان الأصليين نتاعها هما أمازيغ، ينتميوا إلى قبيلة بني قومية أو بني جومي كما يذكرهم الكاتب الفرنسي إدمون ديستان ولا جون سيرفيي ولا ليون لافريكان. وهذو اللي بني قومية كانت يعني فئة منهم اللي هجرت الفاس والتزا وكونوا حضارات، يعني في فاس وتزا منهم الحضارة الميرينية اللي كونوا حضارة نتاع الميرينيين، وهما أصلا هاد الميرينيين هما زيانيين. À prendre forme sur les cendres de l'empire almohade fut le royaume des Mérinides. Les Mérinides étaient originaires des Aurès et du Maghreb oriental, et leurs ancêtres s'étaient expatriés vers l'Occident maghrébin environ 200 ans avant les événements qui nous intéressent.